السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي؟ يوميات مس امال ومنوعات شهد وماما، وحشني والله العظيم من فيديو لفيديو، بتوحشوني قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. داخل علينا العام الدراسي الجديد، وطبعا سندوتشات بقى هتبتدي بقى، والمخبوزات بقى والحاجات الحلوه بتاعتنا اللي احنا بنعملها في القناه. انا عملت لكم حبايب قلبي الاول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. عام دراسي على اولادنا كلهم جميعا ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. السنه دي عملت معاكم كتير قوي البسطرمه، عملتها بطريقتين مختلفه موجوده عندي على القناتين. اللي الطريقه اللي تعجبك اعمليها. النهارده بعملها لكم بطريقه جديده خالص. المره اللي فاتت عاملاها بالبسطرمه، قصدي اللهم صل على النبي باللحمه المفرومه. النهارده بقى ان شاء الله هعملها لكم باللحمه العاديه خالص. لا، ربع كيلو، نص كيلو، زي ما انت تحبي. وممكن كمان ان انت تجيبيها برازيلي، تجيبيها لحمه مستورده، تجيبيها لحمه هندي، اي لحمه مش هتقول معاكي لا. دلوقتي الكيلو بقى عدى كام يا خرابي على الاسعار والنار اللي احنا فيها. طبعا لما تعملي سندوتشات لاولادك في بيتك بتبقى حاجه كويسه قوي. مقاديرنا سهله خالص وبسيطه. 4 معالق توم مهروسين كويس قوي زي ما احنا شايفين، معلقتين حلبه ناعمه، ودي سر البسطرمه وهي اللي بتدي الريحه للبسطرمه معانا. ايه كمان معانا؟ اقل من نص كيلو لحمه مفرومه. انا كنت عندي لحمه هشويها، وبعدين يا حبايب قلبي فشلت منها الحته دي، يعني نقول نص كيلو، نص كيلو الا اهو. لو انت شايفه ان اللحمه تخينه شويه، ممكن ان انت ايه هتدقيها كده شويه كده، ايه قدامك كده على المدق كده اهو. فاهمين يا حبايبي؟ اهو ندقها عشان تبقى برده تستوي معانا بسرعه في قلب البيض. انا هدقها اللي هلاقيها تقيله هدقها، اللي هلاقيها كويسه خلاص. زي ما احنا شايفين انا بوريكم اللحمه بتاعتنا حمراء وتبقى جميله، ومش هحتاج احط عليها اي لون ولا اي حاجه. لو انت عايزه تحطي عليها شويه بابريكا عادي برده، يعني مش هتقول لا، عشان يبقى اللون احمر ونبقى واقعيين اكتر واكتر. تمام يا حبايب قلبي؟ زي ما احنا شايفين هدق بس اللحمه وارجع لكم. زي ما احنا شايفين اهو، انا رققتها شويه كده على قد ما نقدر. لو عايزه ارقي من كده براحتك بقى خالص. انا طبعا قلت عشان تقدر يعني اقدر امسكها وانا بعملها وتبقى حلوه معانا. هنلبس بس الجلافز بتاعنا عشان نقدر ان احنا نوريكم البسطرمه على اصولها. وما تشتريش يا اختي ويا بنتي وحبيبتي اي حاجه من بره، الدنيا غلا. وان شاء الله هنعمل سندوتشات كتير للمدارس ومخبوزات كتير للمدارس، علشان الدنيا بقت نار. يبقى انت واثقه انت بتدي ولادك اكل ايه، وعامله لهم كل حاجه في البيت. تمام. وعندنا برضو باتيه، وعندنا كل حاجه على القناه. لفي لفه كده في القناه وخدي جوله، وان شاء الله هتعجبك. وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وفرحوني بتعليقاتكم الحلوه الجميله اللي انا بنتظرها. ادي هنا عندي اللحمه بتاعتي. هجيب بوله واحط فيها. هنحط بقى المكونات بتاعتنا. هنحط الثوم المهروس، هم بس دول اهم حاجه، الثوم المهروس. وعندي الحلبه الناعمه مش المغات يا بنات، لا، اللي هي تبقى حلبه حصى بس مطحونه، بتشتريها من عند العطار. انا شاريه ب5 جنيه، عملت منهم مرتين بسطرمه، وادي التالتة، وفي عندي يعمل مره كمان، يعني مش غاليه قوي. هندعك بقى كل المكونات دي كده في قلب بعضها يا بنات. الحلبه مع الثوم. فانت لو عندك بابريكا وعايزه حطي عندك لون طبيعي برده، وعايزه تحطي. بس انا بقى ايه، ما عنديش بابريكا، واللون هيديني سنه ايه بهتان كده، فانا مش حابه يعني الموضوع ده. شايفين دعكت كويس قوي، خلطت كويس قوي الثوم مع الحلبه. ريحه البسطرمه بدات تطلع، شايفين اهو. هجيب بقى اللحمه بتاعتي اهو يا حبايب قلبي. احط كده اللحمه، افردها، احط شويه ثوم اهو، ابقى املاها كده ثوم. طبعا انت لما بتيجي تعملي بتنزلي منها الثوم. هنعمل بقى كده البسطرمه بتاعتي اهوت. احط كده الثوم، واجيب طبقه لحمه تاني واحطها، وهكذا. شايفين يا قلبي اهو؟ اللهم صل على النبي. احلى بسطرمه عاملاها ببيتك. وشوفي بقى، ده انت الشريحه الواحده من دي بتبقى بكام، والدنيا غليت نار. ابدا بقى احط كل اللحمه كده. وتعالوا استنوني التركايه المهمه اللي انت هتغلفيها معاكي في التلاجة في الفريزر. هتشوفي بقى طريقه التغليف علشان تطلعيها معاكي بكل سهوله اهو كده، زي بالظبط كانك بتحطي، عارفه لما بتعملوا جلده الخروف وتحط عليها ملح عشان تخزنوها، او في المدابغ بيحطوا ملح ما بين كل جلده وجلده، عشان هو دوت ماده الحفظ بتاعتي اللي انا هبدا ان انا ايه اعملها بيها. سامحوني لو صوت البوتاجاز والع، علشان انا بعمل الاكل برده، فقلت بالمره اصور لكم الفيديو الجميل السهل ده اللي انتوا هتحتاجوه
كويس قوي قوي على المداري. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، يلا يا ضنايا، اعملي البسطرمه لاولادك في البيت. كده انا خلصت البسطرمه. خدت مني وقت؟ والله ما خدت مني وقت، هو وقت الفيديو بس اللي انا خدته فيه اهو. ربع كيلو بقى، ممكن تعملي كل اسبوعين كده تعملي ربع كيلو، هيكفي عيالك اكتر من مره. طبعا انك مش هتعملي لهم الربع على بعض. نضف كده حوالينا علشان نغلف البسطرمه بتاعتنا. بصي بقى يا حبيبه قلبي، هنجيب هنا كيس بلاستيك تكوني فاتحاه كده اهو، زي ما كنا شاريها من عند الراجل بالظبط، عشان تقدري تطلعيها بسهوله. هنجيب بقى ايه، نجيب شريحه كده من البسطرمه بتاعتي، احطها كده واحط فوقيها حته بلاستيك اهو، خليها حتى كده عشان لو حطيت زياده اهو. ونحط هنا كمان شريحه تاني، ونحط ايه، حته بسطرمه بين كل طبقه وطبقه، عشان لو حابه تطلعي ناحيه واحده بس تبقى سهله عليكي. يبقى دي كده فيها ايه، فيها حتتين. انا هشوف كده، هحاول عشان احط كل حتتين لوحدهم، علشان لما احب اطلع ما اطلعش الكميه كلها وافضل اشيل واحط. هي على فكره عشان موجوده فيها توم وكده، بتبقى معاكي سهله ان انت تفككيها اهو. هنحط دي كمان كده، نغلف تمام يا قلبي اهو. احط التانيه، مفيش اسهل من كده. وبتتباع بكام بكام على ايه يعني، مش عارف اهو. وادي الكيس التاني، واحط كده في الكيس التالت برضو. انت بقى حابه تحطيهم كلهم مع بعض، حاجه ترجع لك. شايفين يا حبايبي اهو. ونحط بقى ايه الحته التانيه اللي فاضت دي طلعت حته. انا على فكره حتى في الاولانيه 3 هشيل منها واحده، عشان يبقى في كل واحده في 2. ادي كده دي فيها حتتين، ولكن دي فيها 3 ولا باين فيها 2؟ لا فيها 2. طب ماشي، كل واحده فيها حتتين. بسم الله ما شاء الله، تعمل معاكي اكله حلوه. وبرده هنبقى نعملها مع بعض. انا عاملاها لكم والله قدامكم بالبيض، طلعت زي الفل. ادي كمان واحده. تعالوا بقى نغلفها في الاسترتش البلاستيك بتاعي. مش هغلفهم كلهم مع بعض، علشان لما احب اطلع ابقى ايه، ابقى بسهوله. حلو الكلام يا حبايبي، صلينا على النبي ولا لا؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات بتتابعوني منين، ويفرحوني كده بتعليق حلو قمر زيكم كده. والله تعليقاتكم قد ايه بتفرحني، وقد ايه بتشجعني، وقد ايه بتخرجني من الاحباط اللي انا فيه. نقلع بقى الجلافز بتاعنا، ونجيب الاسترتش. لو ما عندكيش استرتش عادي، لفيها كده في الكيس البلاستيك وشيليها في التلاجة اهو. لو انت مش حابه تحطي في استرتش اهو، اهي خلاص كده انت هتحطيها في التلاجة ماشي. انا والله بقى ايه، وتحطي التانية برده كده في التلاجة كده اهو. بس طبعا ايه، انا هحطها في الاسترتش عشان انا حاطه مانجا وكده، فمش عايزه اي حاجه تكرف اهو. شايفين يا قلبي اهو. ادي البسطرمه بتاعتنا من قبل ما تتعمل، ريحتها طالعه وجميله جدا، وشكلها باين ان هي بسطرمه، مفيش كلام اهو. هتبداي ان انت بقى تعملي سندوتشات لاولادك في البيت، وتريحي نفسك، وما تقعديش تشتري الاكل من بره، لان الدنيا بقت غاليه قوي يا بنات. الدنيا بقت غاليه قوي. تعالوا نلف في الاسترتش مع بعضينا. كل كيس هعمله كده مع بعضه بسهل بقى. ان انت عايزه حته، عايزه 2، براحتك. لو انت مثلا عيل واحد اللي هياكل او حاجه، ممكن بقى تعملي خرطه واحده مع بيضتين 3، وممكن تفطري معاه، تاخدي معاكي الشغل، تدي لجوزك حاجه كده يعني. توفير التوفير زي ما بيقولوا. ادي الاسترتش بتاعي اهو. احط كده والفه واشيلها في الفريزر. ثانيه واحده اسلك لكم الاسترتش عشان تعرفوا ان هو بيلزق بسرعه. وسع بس المكان كده. والله بص، الفيديو ده انا عايزه اعمله لكم من زمان، وجايبه اللحمه ومستنيه، عماله بكره بعده بكره بعده. لقيت بقى خلاص بقى المدارس بدات، فقلت ابدا ان انا اعمل وصفات المدارس. اهي يا حبايب قلبي بسطرمه لا يعلى عليها. تمام اهو. نبدا بقى ان احنا ايه، نقطع البلاستيكه بتاعتنا ديت اهو. شيليها بقى في ورق في طبق كده مع بعض فل، عشان تبقى عارفه ان دي بسطرمه. تمام. هنبدا برضه نلف التانية ونلفها مع بعض، وهوريكم احلى بسطرمه ممكن تعمليها في البيت باللحمه العاديه اهو، مش بالمفرومه زي كل القنوات ما عامله. انا عملت بالمفرومه، والله ما فرقت طعمها خالص. والله لما بعملها ما اقولش للعيال ان دي اللي انا عاملاها، مش بيعرفوا ان هي دي اللي انا عاملاها. يعني حتى لو حد جه يضيف عندي فطرنا اتعشينا، ما بقولش
يا سلام، ده الكده ده ده البسطرمه غاليه وانت جايبه لنا بسطرمه. اعمل بقى فيها ايه؟ البت بقى اللي هي بقى ايه بقى، وانا عاملاها في البيت. بس يا رب ما يسمعوا السر ده بقى دلوقتي. هي من حلاوتها ما بيعرفوهاش، من حلاوتها مش بيعرفوا. حطي بقى التانية ما نفسي بالشاكوش ده. لو ما عندكيش الشاكوش اللي هو بتدقي باللحمه ده، عادي بايد الهون بظهر السكينه. الصرافي، الجيش قال لك الصرافي. اهو غلفتهم يا حبايب قلبي، طلعوا معايا 3. كل مره كل ورقه تنفع تتعمل على مرتين، او لو عدد كبير يبقى مره، يعني حسب ما انت ممكن تعشي منها، مش لازم يعني افطار السندوتشات للمدرسه. طلعوا هم، هنحطهم بقى كده اهوت في طبق من الفل كده، وتحطيهم في التلاجة في الفريزر. طب ينفع ناكل منها يا مس امال دلوقتي؟ لا مش هينفع، يوم 2 3 لحد لما التوم ياخد من طعم الحلبه، من ريحه الحلبه، واللحمه تتطعم بيها، تتبل، يعتبر كانك بتتبليها. هتحطيها بقى كده اهو مبططينها، شايفين؟ ونحطها في الفريزر وقت ما نحب ناخد ونطلع منها. هو ممكن طبعا ان انت ايه تغلفيها تاني، وممكن لا. انا هجيب كيس بلاستيك عشان مش كل مره بقى لما انا هقطع الاسترتش، لا انا هحطها كده في كيس بلاستيك واحطها في التلاجة. طبعا انا معلمه الكيس لان الطبق الصغير ده هو بتاع البسطرمه، واحطه كده عندي في التلاجة في الفريزر بتاعتي. اما احب ان انا اطلع يا حبايبي اطلع، لا هتكرف ولا هتعمل اي حاجه، وهتبقى احلى بسطرمه في البيت اهي يا حبايب قلبي. قولي لي بقى رايكم ايه، وجربوها واكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله لما اجي اعمل فطار ولا اعمل حاجه منها هعملها قدامكم وهوريها لكم برده، لان انا عاملاها قبل كده في الفيديو التاني، يوميات ميس امال او منوعات شهد وماما، وانا مش عارفه الفيديو هينزل لكم فين. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، واشتركوا في قناتي دي وقناتي التانيه، وانا بعلى بيكم وليكم كل حاجه. وربنا يا رب يديم محبتكم ليا، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.